عبد العزيز ستاتي مؤخرا قمتي بواحد الجوله، كنتي في فرنسا، حنا بعدا باش شديناك قلتي تنرجع اخويا من الجوله ونتلاقاو ان شاء الله. وفي هذه الجوله هذه شفنا واحد الفيديو كيدور هاد الايامات في يوتيوب. سعد المجرد عنقك وباس لك راسك، طلع في واحد المفاجاه، جاب لك الله بحال شي واحد طلع من الجمهور وشفناك واحد الوقيته وقفتي، كيفاش حسيتي في هذيك اللحظه؟ هذاك السيد تنقدم له التحيه من هذا المنبر، وتنعتبره من الفنانه الكبار ومن الناس اللي هما ما غادينش يعني بوندوني هذاك السيد، لان كيحس من هو فنان، يعني كيعرف شكون هو الفنانه، وتنحييه وطاقه كبيره تبارك الله، وابن ديال الفنان، وطلع عندي امام الملأ، ونتمنى ليه ان شاء الله المزيد من تألق، ولا هو ولا الوالده ديالو ولا الوالد السي البشير عبدو، الوالده ديالو عائله فنيه، هذوك عائله الفنانه كنحييهم من هذا المنبر. وتنتمنى ان شاء الله، لان كان قبل ما نمشيو لفرنسا كان طلب باش غادي ندير انا وياه واحد دويتو. وانا كنت بغيت نسولك، بغيت نقول لك واش ما كتفكرش في شي ديو مع سعد المجرد بحال كي درتي مثلا مع الدوديه ولا ذاك الفنان الامريكي، يعني واحد مجموعه من الناس، علاش ما شوفوش مثلا سعد المجرد مع ستاتي؟ لي شرف نكون مع اولاد المغرب كلهم، كاع الفنانه اللي هما يعني يبغيو ويرضاو بيا نعمل معهم دويتو، مرحبا. غير نبغي فنانه اللي يكونوا يحترموا الفن ويقدسوا الفن المغربي، وما يهينوش الفن المغربي، وما كيصحابوش الفن المغربي راه هو ساهل. يعني نحترم هاد الناس هادو اللي هما عندهم درايه بالفن الشعبي المغربي، وانا معاهم يعني بالروح ديالي وبالاله ديالي وبالدم ديالي. نعم. هذا وكان حي المجرد، ونتمنى، كان قال لي بانه غادي نصيب انا وياه، وفرحت فاش قال لي غنصيب واحد دويتو. فرحت لان قريب ليا بزاف في حتى على مستوى القصائد، لان كيغني مضامين عجبتني، كيعمل واحد المضمون اللي هو في المستوى. كنحييه. تبارك الله عليك، شكرا. كنتي صريح. انا غادي نعطيك سؤال اخير. مرحبا. السؤال ديالنا هو كحل بيض، الجواب ديالو يا اما غادي تقول لي كحل يا اما بيض. الاغنيه الشعبيه المغربيه كحل بيض. بيض. الحكومه المغربيه ما تقولش لي غوز. مزيان.